حلوين. طبعا العراقيين بدوا يصعدوا الموضوع من بعد مباراتنا مع منتخبهم، وبعد ما خرجناهم واضح ان الموضوع اثر عليهم جدا. وزي ما انتم شايفين هذا الكلام اللي قاعدين ينشروه، وهذه تعليماتهم. كويس. طبعا قلبوا الموضوع طائفية وما طائفية واشياء كثير. وبهذه المناسبة اللي يصير كالتالي، او اللي حيصير كالتالي: كلنا لازم نوقف مع ممثل الوطن، عجبك ما عجبك طريقتك، بس كلنا لازم نوقف مع ممثل الوطن. لأنه الموضوع بدأ يتصاعد، وحتى المنطقة اللي اختاروها في الملعب لجمهور الاتحاد منطقة في الزاوية كذا فوق، حاجة مرة محشورة كذا، وكل روابط الأندية عندهم متفقين على الكلام المكتوب ذا، وكلهم بيحضروا عشان يساندوا فريقهم. كويس. فإحنا أقل شيء عن طريق السوشيال ميديا إنه نساند ممثل وطننا. وهذا للأمانة أشوفه واجب على الكل، يعني لا حد يحسبها مثالية، لا، هو واجب عليك ولازم تسويه. طيب يا جماعة الخير، حاليا اللي يمثل الوطن هو الاتحاد في المباراة الجاية، والجماعة اللي هناك حطوا يدهم في يد بعض. حلو. فإحنا كواجب علينا لازم نظهر مساندتنا للاتحاد. الجار المرة دي يحتاج وقفة الكل، وبإذن الله أنهم حيفوزوا المرة دي. ليش؟ لأنه الجماعة اللي هناك صعدوا الموضوع بزيادة، والموضوع طلع عن إنه موضوع كورة ودوري نخبة ومدري إيه. لا، الموضوع صار أكبر من كذا. بعد اللي صار هذا، لا، ما أنا شايف إنه كلنا لازم ندعم الاتحاد، كلنا لازم نوقف مع الجار المرة دي، وبإذن الله موفقين يا رب، موفقين. يعطيكم العافية.